نهاية الماما أفريكا ونهاية واحدة من أقوى بطولات كأس أفريقيا عبر التاريخ، والبطولة اللي عمرها ما كان فيها أي حاجة طبيعية، من أول منتخب المغرب وأداؤه المتذبذب طوال البطولة رغم كونه المرشح الأول للفوز باللقب، إلى منتخب مصر اللي كان بالنسبة لي واحد من أكبر مفاجآت البطولة، للكلام واللغط الكتير قوي اللي كان حوالين قرارات التحكيم في المطوشة ما بين قوسين مطوشة المغرب، إلى مفاجأة نهائي البطولة من سحاب أحد طرفي النهائي الا وهو منتخب السنغال بعد احتساب ركله جزاء للمغرب في الدقيقه 94، ويجي ساديو ماني القائد لمنتخب السنغال يرجع فريقه مره ثانيه لارض الملعب بعد ما المدرب قال لهم ان احنا خلاص هننسحب عشان يرجعوا ويفوزوا بكاس البطوله. فيا جدعان كانت بطوله استثنائيه من كل حاجه حرفيا، ولا شك ان هي واحده من اقوى بطولات كاس افريقيا عبر التاريخ. وتعالى نبتدي بمنتخب مصر وكابتن حسام حسن العميد. ما خبيش عليك منتخب مصر ده واحد من مفاجآت البطولة، ده أكيد المنتخب اللي حرفيا كل الناس راهنت على فشله وقالوا هيطلع من المجموعات أو بالكتير أوي دور ال16 أو لو ربنا كرمه دور الثمانية، لكن منتخب مصر فاجئ الكل وصوله سيمي فاينال كأس أفريقيا. بس خلينا ما نسبقش الأحداث ونجيب البطولة من الأول. البداية كانت مع ماتش زيمبابوي. أنا يا جدعان مقتنع إن حسام حسن بيدي حباية حلاوة طحينية كده للاعيبة، بيخليهم ينزلوا ياكلوا النجيلة في أول ربع ساعة، وده بان قوي في ماتش زيمبابوي. يعتبر اول ربع ساعه احنا لعبنا بافضل اداء لمنتخب مصر من 2010 تقريبا، بنهاجم وبنعمل فرص خطيره جدا، محمد صلاح واسيستاته لامام عاشور، ولكن للاسف مفيش اي حاجه من دي كانت بتترجم لاهداف. ومن كتر ما كان اداء المنتخب في الربع ساعه دي كان قوي جدا، ناس كتير جدا قالت هو شكل منتخب مصر بتاع 2006 رجع تاني ولا ايه، عشان يكسر لحظه الحماس دي كلها الهدف الاول لزيمبابوي بعد 20 دقيقه من صفاره الحكم، عشان الناس يبدا يرجع لها ذكريات بطولة 2024، البطولة اللي كانت مع فيتوريا، الراجل اللي قبل ما البطولة تتلعب كان حرفيا بياكل بمنتخب مصر منتخبات افريقيا، ولكن اول ما ابتدت البطولة منتخب مصر بقى اداؤه تنازلي بشكل مخيف، 3 تعادلات في مرحلة المجموعات ثم خروج بركلات الترجيح من الكونغو الديمقراطية، فالناس بدأت ترجع لها الذكريات دي تاني. معقولة مع حسام حسن زيمبابوي تغلبنا؟ ولكن عمر مرموش يفاجئ الكل بجول ماركة جوارديولا، ولكن رغم كده يفضل المنتخب بيعاني ومش قادر يجيب هدف الفوز لحد الدقيقة 91. يجي صلاح يستلم الكرة جوه ال18 وفي كسر من الثانية يلف جسمه 180 درجة عشان يحط لك الكرة في الشبكة بطريقة أحسن فينيشر في العالم عشان يخلص ماتش زيمبابوي ونطلع منه بالمهم ال3 نقاط. بس الأداء الإجمالي مش مطمئن بالمرة، عشان نيجي على الناحية الثانية المغرب وأول لقاءاتها مع منتخب جزر القمر، المنتخب اللي المفروض إن هو منتخب متواضع وإن المغرب داخلة كده ضمن الماتش، ولكن اللي حصل عكس كده تماما. منتخب المغرب لعب قصاد جزر القمر لعيبه افارقه سريعه بدنيا ما بتتعبش. للاسف وليد الركراكي فكر غلط لما فكر ان هو يقدر يجاري اللاعب الافريقي، وهم حطوا الضغط على نفسهم جوه المباراه في اول 10 دقائق لما سفيان رحيمي ضيع ضربه جزاء، وبعد ما ضربه الجزاء ما ضاعت تحس ان كلا المنتخبين فاقوا. جزر القمر بدات تهاجم وبدات تستخدم السرعات اللي عندها، والمغرب في نفس الوقت بدات تستخدم الخبرات اللي عندها، ولكن المغرب في الدقيقه 74 نصير مزراوي تجيله كرة جوه ال18 يعدي بالكرة من المدافع ويباظي الكرة لابراهيم دياز اللي بيشوط الكرة في الشبكة، واول هدف لمنتخب المغرب في البطولة. طبعا ما ننساش الهدف الثاني في الماتش، هدف ايوب الكعبي اللي بقت مسجلة باسمه تقريبا اهداف الدبل كيك. ايوب الكعبي تترفع له عرضية فيديها هدف دبل كيك، كان لحد نهاية البطولة بينافس على اجمل هدف في البطولة، ولكن زي ما قلت لك رغم فوز المغرب ولكن ادائها كان غير مقنع بالمرة، وانت نفسك كده تقلق. وتعالى بقى على الناحيه الثالثه منتخب السنغال، وفوز سهل وبسيط جدا على منتخب بتسوانا بعد ما قدر منتخب السنغال ان هو يكسب بتسوانا 3-0، هدفين من نيكلاس جاكسون في الدقيقه 40 والدقيقه 58، وهدف اخير من مهاجم منتخب السنغال في الدقيقه 90 عشان يبقى هو المنتخب الوحيد المقنع بالنسبه لي بفوز سهل وبسيط على منتخب متواضع. في الجوله الثانيه من مرحله المجموعات في البطوله كانت برضو الجماهير مش واثقه في العميد عشان هو ما اتحطش في اختبار حقيقي مع منتخب مصر الا ماتشين تقريبا، ماتش كرواتيا وده العميد خسروا 4-2، وماتش اوزبكستان وده برضو خسروا فرق 2 خسروا 2-0، فده ما كانش مطمن الناس ان الاختبارات الوحيده الحقيقيه للعميد هو خسرهم. ولكن انت داخل دلوقتي على منتخب جنوب افريقيا، المنتخب اللي طلعك من دور ال16 في بطوله 2019 اللي كانت بتتلعب على ارضك، هتروح دلوقتي تلعبوا مره ثانيه في دور المجموعات في المغرب، فكانت الناس خايفه جدا من حسام حسن، وخاصه وان حسام حسن بيلعب بتشكيل غريب جدا
الا وهو ان حسام حسن مش معترف براس الحربه. انا مش عارف ليه يا جدعان. حسام حسن في ماتش جنوب افريقيا، الماتش البدني، الماتش اللي انت عايز فيه سرعات، الماتش اللي انت هتعمل فيه التحامات قويه، مش معترف براس حربه، مش معترف بنمره 9، مش معترف بمصطفى محمد، اللاعب الوحيد اللي يقدر ان هو يعمل لك التحامات قويه وراسيات كويسه، انت مش معترف بيه اصلا وبتلعب من غير رقم 9. زائد طبعا يا جدعان الشناوي، علامه الاستفهام الكبيره جدا في منتخب مصر. ليه الشناوي لحد دلوقتي بيلعب مع المنتخب؟ مستواه مع الاهلي مش كويس الفتره الاخيره، وكلنا لاحظنا ده حتى بعد ماتش زيمبابوي، والهدف الوحيد اللي دخل فينا جزء من الهدف كان مسؤوليه الشناوي وحسام عبد المجيد ده اكيد. ولكن احنا بنتكلم في شق الشناوي دلوقتي. هو كان يسال على الهدف ده، حتى كابتن ابراهيم فايق في برنامجه قهوه فايق قال ان الشناوي جون مصر الاول ده اكيد، وواحد من افضل حراس المرمى اللي جم في تاريخ مصر ده اكيد. ولكن لكل شخص بيبقى في وقت بتتعمق فيه موهبته وبعد كده بينزل مستوى تاني، وده الطبيعي. ولكن خلاص يا شنو، العظمه كبرت، وفي مصطفى شوبير غيرك قاعد على الدكه، لعب نهائي دوري ابطال افريقيا، فحجه الخبرات حتى دي مش هتعرف تتحجج بيها. مع تراجع اداء الشناوي وتعمق شوبير شويه في شويه، فكان علامه استفهام كبيره جدا ليه الشناوي بيلعب يا عميد. ولكن يجي العميد حسام حسن يرد على كل الانتقادات دي جوه الماتش، قعد يلعب بتكتيك دفاعي نمره 1، وجه الشناوي صد كميه كور يا جدعان هي كانت في الجون بنسبه 100%. الشناوي تعملق عملاقه غير طبيعيه الماتش ده، وقدر ان هو ياخد جائزه رجل المباراه. ولا ننسى ياسر ابراهيم، افضل مدافع في البطوله من وجهه نظر. بكل بساطه العميد لعب على حته حلوه قوي، التحولات الهجوميه السريعه. احنا هنقعد ندافع لحد ما يجي لنا فرصه للمرتده، نعمل تحويل سريع نخش نجيب جول، ولكن هي ما ظبطتش معانا قوي. هو صلاح راح بفرصه واحده قدر ان هو يخدع الحكم ويخدع المدافع ولبس المدافع ضربه جزاء. صلاح طبعا دخل حطها بالينكا ولا احسن من كده، وفضلنا نايمين على الجون لحد اخر الماتش. ماتش ريال مدريدي اصيل. مش مهم الطريقه اللي بتكسب بيها يا كابتن حسام، المهم انك بتكسب ولو حتى بتقدم اداء مش قد كده. بس طبعا الحلو ما يكملش للاخر، ويتم طرد الباك اليمين الوحيد اللي معانا في مصر تقريبا ويغيب عن مباراه انجولا. ولكن ربك سترها معانا وكسبنا الماتش 1-0. منتخب مصر اتاهل رسميا لدور ال16 كاول المتاهلين الى دور ال16 في البطوله، وماتش انجولا حرفيا ماتش تحصيل حاصل. اما على الناحيه الثانيه المغرب تتعثر بالتعادل مع مالي 1-1 بركله جزاء ابراهيم دياز في الدقيقه 45، وتيجي مالي ترد بضربه جزاء ثانيه في الدقيقه 64 فينتهي اللقاء 1-1. وبرضه السنغال تتعثر بالتعادل امام الكونغو الديمقراطيه. بالمناسبه الكونغو الديمقراطيه كانت واحده من اقوى المنتخبات في البطوله. الكونغو الديمقراطيه تجيب الهدف في الدقيقه 61، يجي ساديو ماني يرد عليهم في الدقيقه 69. ولكن في الجوله الثالثه من مرحله المجموعات حسام حسن يعمل اغرب تشكيل انا شفته لمنتخب، ان هو يغير ال11 لعيب الاساسي اللي بيلعب بيهم في المطوشه بهدف اعطاء الفرص للجميع. انا ما اعترضتش على الفكره، ولكن انت بتلعب في بطوله اقصائيه. يعني ابسط حاجه لو كنت دخلت مصطفى محمد يلعب راس حربه وعلى الشمال مرموش وعلى اليمين يفضل صلاح زي ما هو، او يا عم بلاش صلاح انت عايز تريحه، على اليمين يلعب زيزو، في النص يلعب امام عاشور، اهو جرب حاجه جديده ممكن ينتج عنها رده فعل ايجابيه فتبقى خطه بديله ليك للمطوشه اللي بعد كده. ولكن اللي حصل حسام حسن لعب ب11 لعيب مختلف تماما. انت حرفيا عديت ماتش انجولا كده اكنه ما جاش. حسام حسن خرج بالتعادل 0-0 من الماتش، واظن هو ده اللي كان عايزه من الاول. على الناحيه الثانيه المغرب اثبتت ان هي المرشح الاول للبطوله بعد ما كسبت زامبيا 3-0. بدايتها في اول 10 دقائق من الماتش بهدف ايوب الكعبي في الدقيقه 9، وبعد كده هدف في الدقيقه 27 من ابراهيم دياز، واللي بالمناسبه اللي كان هيسجل الهدف اصلا ايوب الكعبي، بس الكره جت سريعه جدا ما لحقهاش، بس ابراهيم دياز كان حاضر وفي الوقت ورزعها في الشبكه على طول. والهدف الثالث ماركه ايوب الكعبي، هدف دبل كيك بعد عرضيه من أناحي من فاول، نتج عنه انتهاء اللقاء ب3-0، وطبعا زياده الرصيد التهديفي لدى ايوب الكعبي وابراهيم دياز. وعلى الناحيه الثالثه بقى كانت 3 نقاط سهله جدا بالنسبه للسنغال بعد ما كسبت 3-0 ضد بنين. برضه بدايتها السنغال في الدقيقه 62 بهدف من حبيبي ديالو، وبعد كده هدف من كولوبالي في الدقيقه 71، ثم هختمها شريف نداي بهدف في الدقيقه 97 في الوقت القاتل حرفيا. وبكده احنا يعتبر خلصنا دور المجموعات وابتدت معارك دور ال16. بدات معارك دور ال16 بماتش مصر وبنين، الماتش اللي خلص 3-1 لمصر، ولكن النتيجه خداعه. فالاداء اللي قدمه المنتخب المصري كان اداء سيء جدا. كابتن حسام حسن لعب بنفس التشكيل الغريب، ان هو بيلعب من غير رقم 9، وبرضه لسه بيلاعب الشناوي في حراسه المرمى. المهم الماتش يبتدي وحبايه الحلاوه الطحينيه بتاعت كل ماتش تشتغل، وفي الدقيقه رقم 7 عمر مرموش يعمل انفراد تام بالحارس، وكانت في مسافه حلوه جدا ان عمر مرموش يعمل تشيب فوق الحارس، او على الاقل ان هو يشوطها ببطن رجله او يشوطها بوش رجله او يقرب ويحاول يرقص الحارس. كان في خيارات كتيره جدا قدامه، وللاسف عمر مرموش انا متاكد ان هو من كتر الخيارات ارتبك وما عرفش يعمل ايه، فاختار الخيار الجمالي اكتر، وهو ان
هو يرقص الحارس، ولكن الخيار ده كان متاخر جدا، فكانت المسافه قربت ما بينه وما بين الحارس، فالحارس قدر ان هو ياخد الكره من رجله. هدف انا ساعتها انا ما سامحتش مرموش عليه ابدا، لاني عارف ان رغم ان منتخب بنين منتخب سهل الا ان احنا ما نضمنش نفسنا. هجمه شبه دي الله اعلم هنعرف نعملها تاني ولا لا. وزي ما توقعت مصر فضلت بتعاني ومش قادره ان هي تصنع هجمه خطيره شبه هجمه عمر مرموش، لحد ما في الدقيقه 69 مروان عطيه يدينا نيزك طالع من رجله على الشبكه. يا جدعان ده مش هدف طبيعي. في ال90 لا ده شاطها ببطن رجله فجت 90 لفه كده فالحارس ما عرفش يصدها. يا نهار اسود، لا الهدف ده لوحه. عشان بعد كده فرحه ما تمت بنين تتعادل معانا في الدقيقه 83 بهدف غريب جدا بصراحه. ما تعرفش هو ده غلطه الشناوي ان هو فكر ان الكره هتتلعب عرضيه، فانا هسبق اللاعب اللي هيرفع العرضيه وهتوقع هو هيعمل ايه، وهقف في ال18 عشان انط تاخد الكره اول ما تتلعب. فالكره خبطت في محمد هاني تقريبا او فتوح انا مش فاكر، فتحولت مسارها على الجول. وانا بصراحه واحد من الناس الهدف ده بالذات مش هشيله للشناوي لان هو الراجل عمل اللي عليه. هي فعلا الكره كانت هتتلعب عرضيه، فتوح او هاني تقريبا هم اللي غيروا مسار الكره بالغلط، فالشناوي لا يسال عليها. المهم ياسر ابراهيم في الاشواط الاضافيه يجيب جون بالهيد على راي الاستاذ عبده، لو اتعادت 1000 مره مش هتخش، لكن احنا ربك كرمنا يالا وموفقنا وموفق حسام حسن على راي الدك ممدوح نصر الله اللي امه بتدعي له احسن من اللي امه بتديله. كابتن حسام حسن امه دعاله وربنا. الكره دي يا جدعان زي ما الاستاذ عبده قال بالظبط، لو اتعادت 1000 مره مش هتخش، ولكن هي سبحان الله دخل. هو ياسر ابراهيم شاطها كده لورا من غير ما ياخد باله، فالكره طلعت تشيب نزلت في ال90 بس هي تشيب تسعينيه. الحارس نط حاول يجيبها بس هتجيب ايه ده انت متقدم ونطت على ورا وهي سرحها في ال90. هي كره غريبه كلها على بعضها اصلا، ولكن دخل الجون. ما تكلمنيش في تفاصيل عشان بعدها في الدقيقه 124 مرتده بزيزو وصلاح، وحارس المرمى لسبب انا مش فاهمه كان خارج كتير جدا بعيد عن المرمى. زيزو يدي ثرو لصلاح عشان صلاح يديها بوش رجله وفي نص الجون ويفرح مصر ب3-1 على بنين. تخيل بنين بقينا بنعمل عليها سيناريوهات، فانت واخدنا على فين يا حسام يا حسن؟ مش مهم، المهم انك بتكسب، والمهم ان احنا رحنا للدور اللي بعده، دور ربع النهائي. على الناحيه الثانيه منتخب السنغال اللي كان بيلاعب السودان. منتخب السودان يا جدعان اللي انا بحييه جدا على البطوله اللي هو عملها دي ان هو قدم كوره قدم بجد يا جدعان. شوفوا مطوشه منتخب السودان بيلعب كوره فعلا رغم كل المشاكل اللي هو فيها سياسيا، الا ان لعيبته ما زالت بتدي جوه الملعب، وقدر فعلا ان هو يجيب جون في الدقيقه 6 وحاول ان هو ينام عليه بقيه الماتش. ولكن طبعا شراسه وقوه هجوم السنغال قدرت ان هي تهتك دفاع السودانيين، وقدروا ان هم يجيبوا 3 اهداف على التوالي في الدقيقه 29 والدقيقه 45 والدقيقه 77، وتنجح السنغال في التاهل لربع نهائي كاس افريقيا. اما المغرب زي ما قلت لك ادائها متذبذب من اول البطوله، فهي الحظ كان واقف معاها ولعبت تنزانيا في دور ال16. اظن مفيش اسهل من كده، ولكن برضو المغرب قعدت 64 دقيقه عبل ما عرفت تجيب الهدف على تنزانيا. مش عارفين يجيبوا هدف في الشوط الاول كله. يا جدعان المغرب ادائها في كاس افريقيا دايما مش بيبقى حلو وما تفهمش ليه. هل فعلا زي ما بيقولوا وليد الركراكي حلوه قوي كده عليه مع المغرب ونبدا نشوف ناس تانية قد يكون عندهم فكر افضل؟ الله اعلم، ولكن انا شايف ان هو وليد الركراكي بصراحه هي اللي شطبت معاه لحد كده مع المغرب. ولكن في الدقيقه 94 دخل عنيف من اللاعب ادم مسينا على مهاجم تنزانيا داخل ال18، تدخل نتج عنه ضربه جزاء صحيحه بنسبه 100%، ولكن رغم كده الحكم ما رجعش حتى يشوفها في الفار وكمل اللعبه عادي جدا. واحده من اغرب اللقطات اللي في البطوله تقريبا، ضربه جزاء في الدقيقه 94 لصالح المنتخب الخسران والحكم ما يرضاش حتى يشوف الفار عليها. ومن اول اللقطه دي بدات الناس تتكلم عن ان المغرب مطبخاها تحكيميا للفوز باللقب تحت اي ظرف من الظروف. انا بصراحه شايف ان الكوره ضربه جزاء بنسبه 100%، الحكم ما حسبهاش ليه الله اعلم، ولكن كده ولا كده تاهلت المغرب لربع نهائي كاس افريقيا. الناحيه الثانيه بقى كوت ديفوار كسبت بوركينا فاسو 3-0 وهتيجي تلاعب مصر في ربع النهائي. يعني ما اخبيش عليك انا كان قلبي ناقص يطلع من صدري من كتر الخوف والتوتر يا جدعان. لعيبه منتخب كوت ديفوار لعيبه معظمها محترفين، ده غير ان هم افارقه في المقام الاول صراع وما بيتعبوش، واحنا لعيبتنا 2 محترفين وربع على راي كابتن حسام والباقي محليين، فكان حرفيا ماتش صعب جدا جدا جدا. انا كنت فاقد الامل لدرجه ان انا بقول يلا خلي حسام حسن يخش ويخسر ويتم اقالته مش مهم. ولكن يا جدعان وسط التوتر والخوف ده كله انت نسيت ان احنا مصر، احنا ال7 القاب، احنا اللي عملنا عقده لدروجبا ويا توريه. زي ما قال كابتن ابو تريكه بص على التيشيرت وشوف عليه كام نجمه، هم اللي يخافوا منك مش انت اللي تخاف منهم. وقد كان يا جدعان وحدثت المعجزه، فوز منتخب مصر بنتيجه 3-1
3-2. مبدئيا كان واضح جدا من بدايه الماتش خوف منتخب كوت ديفوار من مصر. بسبب ايه انا وربنا ما اعرف، ولكن انا اعتقد ان هم كانوا مطبقين على كلام السوشيال ميديا ده اكيد. في اول 4 دقائق من الماتش حسام حسن كان باين ان هو بيلعب بتكتيك دفاعي جامد جدا، وحبايه الحلاوه الطحينيه اشتغلت. خطا في نص ميدان الكوت ديفوار عشان يقطعها حمدي فتحي اللي يسلمها لامام عاشور اللي يديها ثرو سيء لعمر مرموش، ولكن عمر مرموش يستلمها ويعدي ويشوط ويدخل اول جول في الماتش. حرفيا يا جدعان عمر مرموش الماتش ده كان كواليتي لاعب ب 80 مليون. ده الكواليتي اللي جوارديولا اشترى عمر مرموش عشانه، اللي حتى لو الثرو جاي وحش انا عرفت استلمها واعدي واحط في الجون وما تمرقعش شبه ماتش بنين. ورغم كميه المحترفين اللي عندهم والاطوال اللي عندهم، ده غير طبعا القوه البدنيه اوعى تنسى، الا ان ركنيه بسيطه جدا من محمد صلاح على راس رامي ربيعه عشان ينط فوق المدافعين كلهم ويجيب جول بالهيد. 2-0 لمنتخب مصر. يا جدعان انا قسما بالله ما كنت مصدق نفسي. يعني ايه يا جدعان منتخب مصر كسبان 2-0 الكوت ديفوار؟ يعني ايه؟ ولكن انت خلاص فهمت الفرحه ما تكملش بعد ما فتوح يجيب فينا هدف عكسي من ركنيه. برضو ركنيه لعبوها سلطه كده في بعض، الكره عدت من كله ما عدا فتوح. عشان فتوح ينزل، انا عمري ما شفت يا جدعان حد بيشتت كوره من على خط المرمى براسه، او شفتها بس اللي بيشتتها براسه بيكون بيشتتها على البعيد. ده فتوح نزل براسه في الجول. عشان بعد كده هجمه ما بين امام عاشور وصلاح، امام عاشور يديها باس ترافيلا ولا احسن من كده. يا جدعان انا امام عاشور ده كواليتي لاعب نضيف جدا. انا بجد حزين ان هو لسه بيلعب في مصر. والله كواليتي شبه امام عاشور مستاهل ان هو يحترف بره، والكواليتي هيتحسن اكتر بكتير. باس ترافيلا يا جدعان مع صلاح اللي بيجري معاه على الناحيه الثانيه، اللي كان بالمناسبه في سباق مع المدافع، قعد يجري 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 لحد ما حط المدافع ورا ظهره وبلمسه واحده للكره في الجون عشان 3-1 لمنتخب مصر. يا جدعان هذا ما لم يحدث من قبل. ولكن برضو انت فاهم الحدوته، الفرحه ما تكملش عشان في الدقيقه 73 ركنيه كده تتلعب من الكوت ديفوار، الكره اتلعبت لقيت سلطه من اللعيبه تخبطها في الثانيه، الكره دخلت جول. ولكن ده مش مهم عشان الماتش انتهى بنتيجه 3-2 والوصول الى سيمي فاينال كاس افريقيا. المنتخب اللي كله كان بيراهن ان هو يطلع من المجموعات بالكتير من دور ال16 في سيمي فاينال البطوله. وبصراحه يا جدعان الماتش ده كجمله على بعضه يحتسب بنسبه 100% لحسام حسن. كان في مشاكل في الدفاع ده اكيد، ولكن حسام حسن عمل تكتيك جبار. هو بكل بساطه حسام حسن لعب بتكتيك اضرب واجري، عايز الكره خد الكره يا عم العب بيها، بس انا في اول تحول من مرتده هجيب فيك الجول وارجع ادافع تاني. وحرفيا هو ده اللي حصل، يغلطوا مرتده جول ارجع دافع اضرب واجري. انا مش عارف هي ظبطت معاه كده وفعلا اللي امه بتديله احسن من اللي امه بتديله، ولا ده كان تكتيك بجد. ولكن المهم ان احنا وصلنا سيمي فاينال البطوله. اما بالنسبه للمغرب فهتقابل الكاميرون في ربع النهائي، وتكسب المغرب الكاميرون بنتيجه 2-0 بعد مباراه صعبه جدا تكتيكيا وبدنيا ومستوى متقارب جدا ما بين الاثنين، الى ان فاز الافضل الا وهو طبعا منتخب المغرب. بداها ابراهيم دياز بهدف خبط فيه بالغلط ودخل الجون فاتحسبت باسمه، وبعد كده هدف من عرضيه عشان يستلمها اسماعيل في ال18 ويترشمها في الجول، ورسميا تتاهل المغرب للمربع الذهبي مع مصر. اما السنغال كده على الناحيه الثانيه زي ما تقول يا دوبك جابت جون وفضلت نايمه عليه قصاد مالي، رغم ان هي حاولت كتير جدا وهجمات كتير جدا عملتها السنغال على مالي، ولكن حارس مالي كان صاحي قوي 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 كمان. يا دوبك عرفوا يلطشوا الجون في اول نص ساعه واتاهلت السنغال على حساب مالي 1-0 الى المربع الذهبي. وحذر فزر هتقابل مين؟ هتقابل منتخب مصر في نص النهائي بعد ما السنغال قدرت ان هي تهزم مصر في نهائي افريقيا 2021، وقدرت ان هي ما تخليهاش تشارك في كاس العالم 2022. بيتقابلوا مره تانية في سيمي فاينال كاس افريقيا 2025، وكره القدم تعطي مصر فرصة للانتقام. ولكن قبل ما نتكلم على ماتش مصر والسنغال تعال نخش على ماتش المغرب ونيجيريا. خلينا نخلصه في السريع. ماتش المغرب ونيجيريا يا جدعان، نيجيريا تعتبر واحدة من اقوى المنتخبات اللي في البطولة، ده رغم ان الدفاع بتاعهم بزراميط حرفيا، الا ان هم عندهم خط هجومي جبار، خط هجوم فيه اوسيمين وادمز ولوكمان، خط هجوم جبار لازم تعمل له حساب كويس جدا. وكان الماتش حرفيا يا جدعان مدعكة يعتبر، هجمة من المغرب وهجمة من نيجيريا، هجمة من المغرب وهجمة من نيجيريا، ولكن الحظ كان معاند الاثنين الكرة مش عايزه تخش الشبكه، الى ان فصل ما بينهم ضربات الجزاء. وطالما قلنا ضربات جزاء او ركلات ترجيح يبقى لازم طبعا نجيب سيره ياسين بونو، الحارس اللي لولا وجوده مع منتخب المغرب اخر 5 سنين ما كانش زمانهم شموا اي انجاز عملوه لا في كاس العالم ولا في افريقيا. ياسين بونو يا جدعان ده بالنسبه لنا على الاقل هو وكورتوا افضل حارسين مرمى في العالم، مع تحياتي بقى لاليسون، مع تحياتي لدوناروما، ولكن ياسين بونو وكورتوا. تنجح المغرب ان هي تفوز على نيجيريا 4-2 بركلات
ركلات الترجيح، وطبعا الفضل الاول يروح لبونو. اول ركله ترجيح صدها كانت ركله عاديه عادي، هو اترمى يمين والكره اتشاطت يمين فنام عليها فكانت صد طبيعيه. لكن تعالى على تاني صدها، وقبل ما اللاعب يشوط بلحظات كان بونو اوريدي واخد خطوات ناحيه الشمال، واخد خطوات في الناحيه اللي اللاعب هيشوط فيها، وشكله كان عارف ودارس اللاعب كويس. وفي جزء من الثانيه بدل ما بونو يفضل واقف مكانه مستني الكره تجيله، لا مد ايده يا شناوي. ها سامع يا شناوي؟ مد ايده. الايد دي بتتفرد يا شنو، بتتعمل كده. مد ايده اليمين وفي جزء من الثانيه بام صد كوره اللي كانت لولاها كان منتخب المغرب غالبا كان لسه هيكمل في ركلات الترجيح. وتتأهل المغرب رسميا الى نهائي كأس افريقيا لملاقاة الفائز ما بين مصر والسنغال. وبصراحه يا جدعان مش عايز اتكلم على الماتش ده كتير، هو احنا من الاخر ما جيناش في الماتش ده. انت كمنتخب مصر اول شوطه شايطها على مرمى السنغال كانت في الدقيقه 94 من اصل كام بقى؟ من اصل 95 دقيقه في الماتش كله. فانت اول شوطه شايطها على الماتش قبل ما الحكم يصفر بدقيقه. فبين السنغال مش عارف شايطه علينا 18 شوطه تقريبا. واخر ما لقوا ان حسام حسن بيدافع بطريقه صلبه جدا، لقوا ان الحل في التسديدات البعيده. ورغم ان التسديده اللي جت فينا جون من ساديو ماني انا متاكد ان لو كان الشناوي فرد ايده كان صدها. عارفين يا جدعان الشناوي يعني مقروف منه بشكل، والله العظيم يا جدعان لو كان فرد ايده كده بس كان جابها. فانت طبيعي انت واحد ما جيتش في الماتش، قعدت تدافع ال 90 دقيقه كلهم على امل انك تعمل تحولات هجوميه شبه ماتش الكوت ديفوار، ولكن كان كل تحولاتك الهجوميه فاشله، ما عرفتش تعمل هجمه مرتده واحده صحيحه. ففي نهايه الامر فاز الطرف الاقوى في الماتش الا وهو اكيد منتخب السنغال. فهو الماتش كله اجمالا يا جدعان تم ادارته بطريقه سيئه جدا، لا بتغييرات صحيحه ولا باسلوب لعب وتكتيك صحيح. للاسف التحول الهجومي كان محتاج يبقى من بدري اكتر يا كابتن حسام، كان محتاج يبقى من الدقيقه 70، يبقى من الدقيقه 80، كانت تبقى حلوه قوي لو كانت من الدقيقه 75. لازم في نقطه بس من الماتش تحول هجوم وترجع تدافع تاني، ولكن المشكله ان النقطه دي جت في الدقيقه 83 ولا 85، اخر 5 دقائق من الوقت الاصلي، زياده عليهم 5 دقائق وقت اضافي. يعني انت لعبت في الماتش كله 10 دقائق، اول شوطه ليك كانت في الدقيقه 94. ولكن قدر الله وما شاء فعل، ومصر تلعب مركز ثالث ورابع مع نيجيريا. كان بصراحه ماتش سيء جدا بصراحه، يعني ماتش كله على بعضه ما اتكلمش فيه ب3 جنيه. كفايه اصلا ان ركلات الترجيح كانت حاجه رايحه في داهيه، والماتش كله بالنسبه لي اصلا ما كانش ليه لازمه. ويتاهل منتخب السنغال على حساب منتخب مصر للنهائي لملاقاة المغرب. النهائي اللي كان يا جدعان ممل جدا جدا يا جدعان. الماتش كان مقفل تقفيل شديد جدا من كلا الطرفين. المغرب ما كانتش بتهاجم الهجوم اللي هو، ولا السنغال بتهاجم الهجوم اللي هو، الاثنين خايفين يهاجموا لا يتفتح خطوطهم. ولكن يحسب ان السنغال كان باين ان هو منظم هجوميا اكتر، وكان باين ان هو فعال على المرمى اكتر، الى ان تتم الدقيقه 94 ويحتسب حكم المباراه ركله جزاء للمنتخب المغربي. وقبل ما يحتسب ركله الجزاء دي بدقيقه بالظبط كان منتخب السنغال مسجل هدف في منتخب المغرب وتم الغائه لوجود فاول من قبليه. وقرر الحكم بدل ما هو يكمل اللعب ويحتسب الجون، لا قرر يلغي الهدف لوجود فاول من قبليه. كان بصراحه قرار غريب جدا لالغاء الهدف، ولكن كان يمشي. ولكن اللي ما يمشيش ان بعدها بدقيقه تحسب ضربه جزاء للسنغال. فكانت باينه قوي ان في انحياز تحكيمي للمنتخب المغربي، واللي انا بصراحه مش مصدق الكلام ده. ممكن في ماتش تنزانيا كنت اصدقه، لان كان في ماتش تنزانيا ركله جزاء صحيحه ممكن الحكم غفل عنها. ولكن يا جدعان في النهائي بالذات ما اظنش ان الحكم ممكن يطبقها. هو الحكم شايف اللي جول السنغال اللي جه في الدقيقه 93 او 92 كان قبليه فاول كان يستحق ان الحكم يصفر له. وفي نفس الوقت ضربه الجزاء اللي اخذها منتخب المغرب هي صحيحه بنسبه 100% يا جدعان، ما فيهاش اي حاجه صحيحه. هو اصلا كان سذاجه من مدافع السنغال. ليه انا كمدافع سنغالي طولي متر حاجه و80 او متر حاجه و90 ازق المهاجم ابراهيم دياز على الارض اللي هو اصلا طوله متر حاجه و70، اللي هو انا ما كنتش محتاج اصلا اعمل كده. الكره كانت جايه ركنيه او عرضيه تقريبا، انا لو كنت نطيت بس كنت هجيبها بدماغي من غير ما ازق حد ولا اخبط في حد ولا اي حاجه. لبس نفسه ضربه جزاء ملهاش اي 30 لازمه. حكام هيحسبوها وحكام لا، ولكن هي صحيحه بنسبه 100% طبعا. وعجبني قوي بصراحه تصرف ابراهيم دياز في اللقطه، ان الحكم خلى اللعب يكمل، ولكن ابراهيم دياز راح زعق مع الحكم وقعد يشوح ويعمل ويشاور عشان الحكم يروح يشوف الفار بالعافيه. عجبتني قوي اللقطه دي، ان هو مستقتل على المنتخب. بعد كده يحصل اغرب موقف في تاريخ كره القدم تقريبا، ان منتخب ينسحب في نهائي بطوله، ودي مش بطوله عاديه يا جدعان، دي مش بطوله وديه مثلا، لا دي بطوله افريقيا. ولكن طبعا هنا تظهر روح القائد، رغم ان مدرب منتخب السنغال قال للعيبه احنا هننسحب من الماتش وخش اوضه اللبس، الا ان ساديو ماني دخل وجاب اللعيبه كلهم من اوضه اللبس ورجعهم تاني ارض الملعب عشان يكملوا لعب. والله يا جدعان انا كنت حاسس ان ابراهيم دياز وهو واقف خلاص هيسدد
الكرة حس ان الكرة مش مظبوطة على النجيلة، قام راح عشان يعدل الكرة بايده. انا من اللحظة دي قلت ابراهيم دياز متوتر ومش هيعرف يسجل الكرة. كمية التوتر والضغط اللي عليه حسسته ان الكرة مش مظبوطة على النجيلة. دي لوحدها حركة تبين لك قد ايه هو كان متوتر ومضغوط، وتبين لك ان هو فعلا مش هيقدر يسجلها. وقد كان نفذها بالينكا، هو ما بيعرفش يشوط بالينكا اصلا، قام جه مندي صدها ايه ده، مندي مسكها كده كأنه كان بيرمي له الكوره. شفت يا جدعان كلام على النت ان في ناس بتقول هم طبخوها مع بعض، يعني كلا المنتخبين اتكلموا مع بعض وقرروا ان هم يضيعوا ضربه الجزاء لدى المغرب بحق الجون اللي ضاع لدى السنغال، اللي هو دي بدي الحكم ضيع لنا الجون اللي احنا جايبينه فيك قبل ضربه الجزاء بالظبط، انت ضيع ضربه الجزاء ونكمل الماتش عادي. ولكن اظن لا، صعب قوي يا جدعان بعد 50 سنه مستنيين البطوله، صعب قوي ان هم يضحوا بضربه جزاء في اخر ثانيه واخر دقيقه هيتتلعب والحكم هيصفر. صعب قوي يا جدعان ان هم يضحوا بيها كده. اظن ان النظريه دي خاطئه بنسبه 1000%، ولكن تحس ان الماتش من اللحظه دي ابتدى يا جدعان كله بقى دايس بنزين وجايب العداد على الاخر، لحد ما في الشوط الاضافي الاول السنغال تنجح ان هي تسجل جول. يا جدعان بالنسبه لي الجول ده عالمي. الكره مع لاعب السنغال من بعد نص الملعب بشويه، لا قرر ان هو يبازي ولا قرر ان هو يعمل اي حاجه في الكوره، قرر ان هو يشيل مسؤوليتها بنفسه بنسبه 100%، وده غلط جدا. انت كده ممكن تضيع على فريقك هدف، ولكن تحس ان هو كان واثق ان هو هيعملها. عدى الاول والثاني وما فاضلش غير حكيمي هو اللي ماسك فيه في ظهره، وانا بصراحه كنت شايف ان الخيار الامثل لحكيمي في اللحظه دي يديها واحده راموس كيلهن ويوقعه على الارض بقى. اخد طرد، اخد كارت اصفر، اخد اللي اخده مش مهم، اهم حاجه تمنعه ان هو يسددها. ولكن اللاعب بينجح ان هو يعدي ويشوطها يا جدعان بشماله في يمين الجون. استحاله ان بونو كان يعرف يصدها. عارف لو هي راحت في ال90 كنت اقول لك لا ده بونو كان بس محتاج يمشي يمين سنه وينط في اللحظه المناسبه ويفرد دراعه فممكن يجيبها بطرف صوابعه، لكن يا جدعان دي جت في يمين الجون بعيده كل البعد عن بونو. وتنتهي المباراه بفوز السنغال 1-0 على المغرب. واخدت بالي من حاجه يا جدعان، اول ما الحكم صفر لعيبه المغرب ولعيبه السنغال كله وقع على الارض، كله مش قادر ياخد نفسه من التعب. بس رغم كده يا جدعان كان نهائي عالمي. كانت 90 دقيقه ملل، ولكن من اول ركله الجزاء لحد الاخر كان يعتبر اكنه ماتش لوحده. ايا كان يا جدعان عمري ما توقعت اني هقولها، ولكن مبروك السنغال. ساديو ماني للمره الثانيه يرفع الكاس، اول مره على حسابنا وثاني مره على حساب المغرب. وخد بالك السنغال ما كانتش اخدت ولا كاس قبل كده في عصر ساديو ماني، اخر 3 بطولات قدروا ان هم يكسبوها مرتين. فيا جدعان السنغال معاها جيل قوي جدا جدا كمان، ويعتبر ده اواخر الجيل اصلا وبيبتدوا جيل جديد. ولكن ايا كان السنغال كانت فعلا تستحق الفوز باللقب. انا عارف ان انا ما ذكرتش حاجات حصلت في البطوله زي منتخب تونس مثلا اللي اوهمنا كلنا بان هو بيلعب كره قدم عالميه في اول المجموعات، بعد كده اخد على دماغه من مالي في دور ال16 بعد ما كان كسبان في الدقيقه 84 ومالي مطرود منها 1. رجعت مالي تتعادل بضربه جزاء في الدقائق الاخيره، بعد كده كسبت ركلات ترجيح. محاربي الصحراء ما اتكلمتش عليهم رغم الاداء العالمي اللي قدموه في المجموعات والاداء العالمي اللي قدموه قدام الكونغو الديمقراطيه، واحد من اجمل مطوشه البطوله، الا ان كان حظهم سيء جدا في ربع النهائي وبرضه ما قدرناش نشوفهم في ادوار متقدمه. حاجه اخيره حابب اتكلم فيها الا وهو الكره في مصر يا جدعان. بصوا يا جدعان، لا تتاملوا ان احنا ممكن ناخد البطوله دي طول ما هي ماشيه كده، طول ما هي ماشيه اهلي وزمالك وشكرا على كده، طول ما هي ماشيه من غير محترفين بره، طول ما هي ماشيه ان اقصى طموحات اللاعب ان هو يلعب في الاهلي، طول ما تحس اصلا ان في لعيب في بذره امل هنا في مصر ونفسه يحترف بره ما يعرفش يحترف. طب الاكاديميات اللي شغال فيها ناس نصابين قاعدين بينصبوا على اللعيبه، او النوادي اللي يكون متسجل فيها بورقه قيد بتخليه ما يسافرش غير بمبلغ مالي كبير جدا. فيا جدعان لازم ملف اصلاح للكره المصريه باي شكل من الاشكال. زي ما كابتن ابراهيم فايق قال، فوز منتخب مصر بالبطوله من عدمه ليس له علاقه باصلاح الكره في مصر. ففي حقن البنج كده هم رامينها على النت اليومين دول، بيقولوا ان وزاره الشباب والرياضه ووزاره الصحه مع هيئه ثالثه تقريبا هيبداوا في مناقشه ملف اصلاح كره القدم في مصر. فانا اتمنى ان الكلام ده يكون بجد، ما تبقاش زتونه كده ولا تبقى حقنه بنج شبه كل مره، مع اني حاسس ان هي هتبقى كده. ولكن عموما طول ما هي ماشيه كده فما تتوقعش منها حاجه، توقع اخرك انك توصل ربع نهائي وتحمد ربنا، او سيمي فاينل وتبقى تعشي. فارجوكوا يا جدعان نشوف لها حل، نفتح ملف اصلاح الكره المصريه، لانها لو فضلت كده استحاله المكنه تطلع قماش ولا تنتظر منها اي شيء. روح بقى شجع الارجنتين ولا شجع البرتغال ولا شجع اي بلد تانية بقى. اتمنى يكون الفيديو عجبك. لو الفيديو عجبك يا ريت تحط لايك وسبسكرايب وتشير الفيديو لكل اصحابك او كل صحباتك، لعل وعسى يجي يعملوا لايك واشتراك في القناه. لو ما عجبكش الفيديو برضه حط لايك وسبسكرايب، واهم حاجه تشير عشان ممكن يعجب غيرك. اكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه رايكم في بطوله افريقيا السنه دي، وايه رايكم في النهائي بالذات، واكتب لي رايك في الفيديو. بس كده اشوفك الفيديو الجاي.
سلام.